السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. استعدادا للامتحان الجهوي اللي راهو على الابواب، غادي نبدا ندير لكم واحد السلسله او ندير لكم مجموعه من الفيديوهات ان شاء الله قبل من الامتحان الجهوي اللي غادي نحاول نجاوبكم فيهم على جميع التساؤلات اللي كيدوروا في بالكم واللي مبرزطينكم. الا عندكم شي لبس في شي درس من الدروس ديال ماده اللغه الفرنسيه او عندكم شي اشكال في اي حاجه خاصه بماده اللغه الفرنسيه، ما عليكم غير تنزلوا تحت هاد لا فيديو وتكتبوا لي في لي كومونتير شنو هو الاشكال اللي عندكم او شنو هو الموضوع اللي بغيتونا نتكلموا عليه. اي دو توت فاصون انا غادي نحاول ندير دي فيديو اللي نتوما ديجا كطالبوني عليهم في هاد الايام هادو، اللي نتوما محتاجينهم بزاف في هاد المده المتبقيه للامتحان الجهوي. الوغ لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصصها اننا نتكلموا على ليكزامان ريجيونال ديال ماده اللغه الفرنسيه، وبالضبط على لا بروميير بارتي ديال ليتود دو تيكست. الوغ كيف ما كنعرفوا جميع انه ليكزامان او الامتحان الجهوي ديال ماده اللغه الفرنسيه كيتقسم على جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول اللي كيخص النص والاسئله النص او ما يسمى ب ليتود دو تيكست واللي عليه 10 ديال النقاط، والجزء الثاني اللي كيكون كيخص لا برودكسيون اكريت واللي حتى هو كتكون عليه 10 ديال النقاط. الوغ في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نخصصها فقط الجزء الاول ديال ليتود دو تيكست باش لا فيديو ما تجيناش طويله. ولا كنتو اكيد مهتمين بلا دوزيام بارتي اللي هي لا برودكسيون اكريت، خليوها لي تحت في لي كومونتير وانا ما عليا ان شاء الله الا انني نحط لكم الفيديو عليها. الوغ لا فيديو ديال اليوم كيف قلت لكم غادي نتكلموا فيها على ليتود دو تيكست، وغادي نحاول نعطيكم جميع الافكار اللي نتوما محتاجينهم والحوايج اللي ضروري لكم انكم ديروهم باش تحاولوا تضمنوا اكبر عدد ممكن من النقاط، وعلاش لا تجيبوا فيها 10 على 10. اول نصيحه نقدر نعطيك في هذا الموضوع وهي حاول ما تضيعش الوقت بزاف في ليتود دو تيكست. حاول تعطي ماكسيموم الا عطيتي 40 دقيقه، لانه كيف ما كنعرفوا انه لي بروف او لا ليكزامان ديال ماده اللغه الفرنسيه نهار الامتحان الجهوي كتكون عندكم فيه ساعتين لا اكثر ولا اقل. انت ديك ساعتين كيخصك تقسمها ما بين الاسئله ديال النص ولا لونغ كاع الاسئله اللي كيكونوا في ليتود دو تيكست و لا برودكسيون اكريت. ولا جينا نفكروا شويه، لا برودكسيون اكريت كتاخذ لنا وقت اطول ما بين ما نحطوا لا ريداكسيون ديالنا، نحطوا الافكار ديالنا، نحطوا لي زارغيومون ونكتبوا في الوثائق ونعاودوا نقلوا الورقه التحرير. المهم هذا ماشي موضوعنا، كي قلت لكم لا برودكسيون اكريت غنخليها في نوتر فيديو، مي فقط باش نوضح لكم المساله. عندكم ساعتين كيخصك فقط تقسمها على دوك جوج ديال الاجزاء. الجزء الاولاني حاول تعطيه مده اقل من الجزء الثاني باش تخلي لا برودكسيون اكريت تخلي ليها وقت اطول. يعني لو ماكس ديال لو طون اللي كيخصك تعطي ليتود دو تيكست هو 40 دقيقه، راه كافيك. النصيحه رقم 2 وهي حاول تستعمل ورقه الوثائق فقط عند الحاجه. انا عارفه ان ورقه الوثائق شي حاجه اللي مهمه، ولكن كاين اللي كيبقى كيكتب في ورقه الوثائق الاسئله كاملين، مع العلم انه كاينين شي اسئله اللي ما كيحتاجوش منا اننا نكتبوهم في ورقه الوثائق، كنكتبوهم ديريكتومون في ورقه التحرير. الوغ السؤال اللي بان لك انه مهم او انت ما متاكدش منه وتقدر دير فيه دي زيرور، كتبوه في ورقه الوثائق مع الترقيم بطبيعه الحال، ومن بعد نقلوه لورقه التحرير. ولكن الا كاين شي سؤال اللي انت متاكد من لا ريبونس ديالو وما محتاج انك تكتبوه، ما فيش اخطاء او لا سؤال اللي صغيور، ما كاينش لاش تضيع فيه الوقت، كتبوه في ورقه الوثائق ومن بعد عاد تزود نقلوه في ورقه التحرير. كيف ما قلت لكم حنا العامل اللي كيلعب علينا نهار الامتحان الجهوي هو العامل ديال الوقت. الوغ حاول تستغل الوقت ديالك وتعطي الوقت ديالك للحاجات اللي كيستاهلوا او لا كيستحقوا هذاك الوقت. النصيحه رقم 3، ملي تحط لك الورقه ديال الامتحان الجهوي ماشي اول حاجه دير هي تنزل على هذاك لو تيكست وتبدا كتقرا فيه وكتعاود وكتقرا وكتعاود. لا، حاول انك تشوف فقط الكلمات المفتاحيه اللي كتبين لك انت اش من روايه غادي تخدم عليها او لا اش من روايه تحطات لك. كيف ما كتعرفوا انه عندكم في ماده اللغه الفرنسيه 3 ديال لي زوفر، نهار الامتحان الجهوي كتحط لك وحده من هذوك لي زوفر، كتحط لك فقط ان اكستري ولا ان تكست من وحده من هذوك لي زوفر، وحنا ما عارفينش اكيد اش من اوفر غتحط في اش من جهه. المهم هو انك اول حاجه كيخصك ديرها باش تقرا هذاك، قبل ما تقرا هذاك النص عفوا، هو انك تشوف الكلمات المفتاحيه اللي كتدل على اش من روايه انت كتمتحن فيها في هذيك الساعه. كاينين بطبيعه الحال شي حوايج اللي كيبينوا لنا حنا اش من روايه عندنا. اول حاجه الا بان لك التكست كبير عريض كيخصك تقرا الكلمات اللي بيبينوا لك انت اش من النص هذاك. اقرا فقط غير الاسماء. الا بانت لك سيدي محمد تما وبانت لك لاله زبيده غتعرف اوتوماتيكمون كو سي لا بواط ا ميرفي. الا بان لك ان تكست اللي فيه ان ديالوغ راه اوتوماتيكمون كيجيك في بالك اونتيغون. واش حنا في لا بواط ا ميرفي عندنا ان ديالوغ؟ نو. عندنا في لو ديرني جور دان كونداني ان ديالوغ؟ نو. الوغ سي اوتوماتيكمون اونتيغون. اون فوا كتبان لك هذيك الرؤيه، راه هادشي كله اللي قلت لك انا دابا في هاد 2 دقائق وانا الصباح وانا كنهضر، راه كيبان لك في 2 ديال الثواني. اون فوا كيبان لك لو تكست كتعرف اش من
تكست انت قدامك، ومن تما كدوز ديريكتومون انك تجاوب على الاسئله اللي ما محتاجاش منك انك تقرا النص. هنا فين كيخصك تكون ذكي. المهم كيف قلت لك، اون فوا غتشوف النص غيبان لك واش اونتيغون اولا لا بواط اولا لو ديرنيي جور دان كونطاني، غدوز ديريكتومون تجاوب على لا كيسيون ديال لا فيش دو ليكتور اللي انت ديجا حافظها، اللي انت ديجا ما عندكش فيها شي اشكال. غادي تقرا بطبيعه الحال الاسئله مزيان، لانه لا فيش دو ليكتور ماشي دائما كيتحطوا فيها نفس الاسئله. ممكن تعطيك لو نون ديال لوتور، ممكن لو نون ديال لوفر، ممكن لو سيكل، ممكن لا دات دو باريسيون، على حسب اشنو غيتعطاك، واش سو فورم دان طابلو ولا سو فورم دي تيري ولا سو فورم دان تكست ولا سو فورم دان باراغراف. كاينين بلوزيور فورم. المهم انت غادي تقرا اتونتيفمون لا كيسيون، عطي الوقت كيف قلت لك لكل حاجه اللي كتستاهل منك انك تعطيها الوقت، وجاوب على ديك لا كيسيون اللي ما محتاجاش منك نهائيا انك تقرا لو تكست. عاد من بعد كدوز لي كيسيون اللي اكيد وضروري ومهم انك تقرا لو تكست، بحال لي كيسيون ديال لا لونغ. مثلا تعطاتك لا كيسيون ديال لي فيغور دو ستيل وتعطاتك اون فراز من لو تكست، اكيد تما كيخصك ضروري تقرا هذيك لا فراز وتقرا هذاك لو تكست باش تعرف لو كونتكست ديال لا فراز وتقدر تجاوب. واكيد لي كيسيون دو كومبريهنسيون حتى هما كيحتاجوا منك انك تقرا لو تكست. الوغ الفكره واضحه وضحت بما يكفي. ندوزو دابا للنصيحه رقم 4. النصيحه رقم 4 وهي حاول دوز الاسئله اللي ساهلين وما محتاجينش منك بزاف ديال الوقت وكتبهم اولا جاوب عليهم ديريكتومون في ورقه ديال التحرير. كيف ما قلت لك قبيله، حاول ما تستعملش ورقه الوسخ دائما وفي جميع الاسئله. بان لك شي سؤال ساهل وما محتاج انك تكتبه في ورقه الوسخ، عاد دوزو لورقه التحرير كتبو ديريكتومون في ورقه التحرير. ليسونسيال انك تحترم الرقم ديالو اولا الترقيم ديالو، باش هكذا بطبيعه الحال المصحح يكون عارف ديجا على اش من سؤال انت كتهضر. النصيحه رقم 4 ماشي ضروري تحترم الترقيم اللي عندك في الورقه ديال الامتحان الجهوي اللي كيعطيوك وتبدا كتجاوب على لي كيسيون باغ اوردر. يعني ماشي ضروري تكتب السؤال الاولاني وتجاوب عليه وتدوز اوتوماتيكمون للثاني وتدوز للسؤال الثالث ضروري تجاوب على الثاني عاد تجاوب على الثالث. لا، راه ممكن انك تنقص سؤال 2 و3 و4 وتمشي مثلا حتى السؤال رقم 9 اولا السؤال رقم 10 وتجاوب عليه. ليسونسيال انك تجاوب على السؤال اللي بان لك انه سهل وما تضيعش فيه بزاف ديال الوقت، والسؤال اللي انت ممكن تجاوب عليه بسرعه. ما تضيعش الوقت ديالك في الاسئله اللي انت ما عارفش ليهم، خليهم حتى من بعد ورجع ليهم. ليسونسيال في هذه المساله هو انك تحترم الترقيم. كتبتي رقم 1 جاوبتي عليه، ما عرفتيش الجوج وما عرفتيش الثلاثه، نقص للسؤال رقم 4 وكتب الرقم 4 وكتبو تحت من 1 ديريكتومون. ما تخليش هذاك الفراغ ديال 2 او 3 ديال السطور على اساس انك غادي ترجع السؤال رقم 2 وغادي تجاوب عليه في هذيك 2 او 3 ديال اولا 3 ديال السطور. شكون يضمن لك اسيدي ان ديك 2 ولا 3 السطور غادي يكفيوك في السؤال رقم 2؟ يعني باش ضمنتي انت هذوك 2 السطور غيكفيوك. نقدروا ما يكفاوكش وتبدا كتزاحم في الكتابه وكتضرب وكتعاود، وهنا غادي تضيع الوقت اكثر واكثر وغادي تضطر انك تجيب ورقه اخرى وتعاود تكتب فيها الامتحان من الاول حتى الاخر. علاش اسيدي انا غادي نطيح في هذا المشكل كامل؟ اللهم نجاوب على السؤال اللي انا فاهمه، الحاجه اللي ما فهمتهاش خليها حتى الاخر، منها ما نضيعش فيها الوقت، منها ما نضيعش فيها الطاقه ديالي، ومنها ما نضيعش الورقه ديالي كامله ولا نخربق الورقه ولا نخربق لوغدغ ديال الاسئله. نصيحه رقم 6 من بعد ما غتكون جاوبتي على الاسئله اللي جاوك ساهلين وجاوبتي على الحوايج اللي جاوك انه ما محتاج انك تكتبهم في ورقه الوساخ ودوزهم ورقه التحرير، من بعد غادي ندوز نقرا النص المره الثانيه او المره الثالثه ونجاوب على الاسئله اللي محتاجين انني نكتبهم اولا نقرا على قبلهم النص. يعني نقرا النص مره اخرى او نعاود نقراه مره اخرى، وبطبيعه الحال القرايه ديالك اللي راه ما غاديش تاخذ منك 20 دقيقه، راه يكفي انك تقرا غير 2 اولا 3 ديال الدقائق وتجاوب على الاسئله اللي انت محتاج انك تقرا عليهم هذاك النص. نصيحه رقم 7 كتخص لا كيسيون 9 و 10. بالنسبه لا كيسيون 9 و 10 حاول انك تحترم لو سوجي اولا تحترم لا كيسيون اللي تعطاتك فيها، وحاول انك تجاوب دون فاسون ارغومونطاتيف. يعني كيخصك تعطي دي زارغومون، ان ارغومون اولا دو زارغومون اولا على حسب اشنو كتبين لك هما. حاول فقط تحترم هذاك الشيء اللي كتبين. وواحد المساله مهمه بغيت نقولها لكم بخصوص لا كيسيون 9 و 10، راه اي راي اولا اي ريبونس كتبتيها كانت كوريكت راه كتحترم من طرف المصحح. يكفي فقط انه يكون فيها دي زارغومون وتحاول تقنع المصحح بوجهه النظر ديالك الخاصه. ماشي ضروري تكون كوبي كولي من صاحبك، ماشي ضروري الراي ديال صاحبك هو اللي يكون عندك. صاحبك يقدر يكون موافق هذيك الحاجه وانت تقدر تكون معارض لها. يعني الاختلاف لا يفسد للود قضيه كيف ما كنقولوا. ليسونسيال هو ان الحجه ديالك تكون باينه وتكون لوجيك وتقنع بها المصحح. هذا ما كان. النصيحه رقم 8
حاول ما تخليش شي سؤال بدون جواب، واخا يكون عندك لا ريبونس ماشي متاكد منها، واخا يكون عندك اشكال في هذيك الجواب ما متاكدش من داك الجواب، ممكن يكون صحيح ممكن يكون غلط، ليسونسيال هو انه عندك في دماغك. ممكن انك تقول هذا الجواب انا ما متاكدش منه بلا ما نكتبه وما تكتبوش، وبالتالي تلقى انه صحيح. هنا فين غادي تولي نادم وعلاش ما كتبتوش. اللهم نكتب هذيك لا ريبونس كانت صحيحه، هذاك الشيء اللي بغينا، كانت خاطئه ماشي مشكل، المهم انا كتبتها وما خليتش الفراغ في السؤال، او الله يجعل كاع تكون غلطه فيها غير واحد الربع ديال الجواب صحيح. المهم تحاولتي تقنع المصحح باش ما كان، وحاولتي انك دابز على ديك النقطه اللي جعلك ما تاخذ غير 4 نقط على داك السؤال. المهم ما خليتيش خاوي، 4 نقطه راه زايده فيك اكيد، 4 نقطه ماشي هي 0 نقطه في هذاك السؤال. المهم انك ما تخليش شي سؤال بدون جواب. نصيحه ما قبل الاخيره، ملي تسالي الامتحان ديالك شوف وتاكد انك نقلتي جميع الاجوبه اللي كتبتي في ورقه الوسخ نقلتيهم لورقه التحرير، حيت شحال من واحد كيبدا كيزرب وكينسى شحال من سؤال تيكون كاتبو وحاطو في ورقه الوسخ، وفي ورقه التحرير كيلقى انه راسو ما كاتبوش، ولا كيلقى راسو جايب شي نقطه ما مزيانش، كيقول فين ضاعت ليا النقطه. راه ممكن تكون ضيعتها غير راسك، خليتيها في ورقه الوسخ اللي غادي تلوحها في الزبل، وورقه التحرير اللي مهم انك تكتب فيها لا ريبونس ما كتبتيهاش فيها. الوغ بشويه عليكم ملي كيبقاو دوك الدقائق الاخرى نو ستريسي سورتو با، بشويه عليكم قراو اتونتيفمون الورقه ديالكم، وحاولوا تنقلوا الاسئله كاملين من تاكدوا انكم نقلتوا الاسئله من الوسخ للتحرير. اخر نصيحه، من بعد ما ساليتي من لا بروميير بارتي ديال ليتود دو تكست، حاول دير واحد المراجعه خفيفه لهذوك الاسئله وشوف راسك شنو درتي، واش درتي شي خطا، واش نسيتي شي سؤال كيف قلت لك. المهم حاول دير واحد لا ريكاب خفيفه لهذوك الاسئله اللي ديجا كتبتي، ومن تما ان شاء الله غادي تنتقل لا برودكسيون اكريت. وبالنسبه لا برودكسيون اكريت كيف ما قلت لكم غنخصص ليها اون اوتر فيديو خاصه بها، باش حتى هي ان شاء الله نعطيها الوقت ديالها والامور تكون واضحه لكم وما تشتتش لكم الافكار. هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم، جيسبر انها تفيدكم، جيسبر سورتو انها تعجبكم. ما تنساوش الا فاتكم وعجبتكم طاغيو صحابكم لتحت في لي كومونتير اولا تبارطاجيوها معاهم باش حتى هما يستافدوا. خليو ليا سورتو ان لايك وتابوناو الا كنتو مازالين ما مابونينش في لاشين، وتهلاو فراسكم حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله. خليكم على القرص، سلام.